ولكن هنا بنقوم شايفين وهم بعد ما يخلصوا الموضوع كله يقعدوا يجهزوا أكل ويحتفلوا مع بعض بمناسبة إنقاذ شيزوكا وانضمام سوزوري ليهم، وكلهم يجهزوا أكل. ولكن هنا بناخد بالنا إن ساكورا شايط من كتر الغضب، ونيري في حاجة غلط كده. نفس الكلام على سوزوري. فهنا تسوباكي يقول لهم مالكوا بقى في إيه؟ زعلانين ليه على حاجات خلصت خلاص؟ ولا انتوا تقصدوا مش عايزين تاكلوا من ايديا؟ ما تخلصوا يلا كلوا. اما هنا ساكورا فضل متضايق، اما اتعصب كده وابتدى ياكل بغل. قال لي ابن التيت الحقير ده هيدفع الثمن. لان هنا بنرجع للي حصل ساعتها. هنا بنشوف اول ما ظهر لهم الشخص دوت فجأة بعد ما قال الجملة بتاعته قام نازل على طول على الأرض، نط من الدور التاني مرة واحدة وكله باصص له كده إيه اللي بيعمله ده. لكن أول ما نزل على رجليه قعد يقول إيه ده؟ بتوجع. هو ده للدرجة دي النط من الدور التاني بيوجع بالشكل دوت؟ أنا بشوفهم في الأفلام بيعملوها عادي من غير ما يكون يحسوا بوجع وبيبقى شكلهم جميل. فساكورا قال إيه ده؟ هو ده بيستهزأ بينا دوت ولا شكله عبيط ولا إيه؟ لكن فجأة حس بغضب شديد موجود حواليه، فاتخض كده مرة واحدة قام باصص حواليه لقى إن تسوباكي بيقول له ساكورا احسن لكم ما تتدخلوش في الموضوع ده. وناكامورا قام قايل ليه انت ازاي تجرؤ انك تكشف عن نفسك لينا هنا؟ الله 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 الله، في ايه؟ وهم لهم شايطين من الغضب كده ليه؟ اما الراجل قال لهم في ايه في ايه؟ الله دي اول مره نتقابل من زمان يعني، ولكن والله لو انتوا سخنانين قوي كده عشان نعمل كده. فقام شعر رقبته انا كمان دم هيغلي يعني. هنا ساكورا قام مخضوض قوي، اما على طول هو وسو قاموا واقفين قصاد نيري كانهم هم كمان عرفوا الخطر وجهزوا للقتال. قاموا باصين لبعض كده هم الاثنين. هنا قال الله، حتى العيال الصغيره كمان بيتصرفوا كانهم عيال مهمه. قام سوزري قال له استنى، انت كل اللي عايزه موضوع مني انا وخلاص، مالهمش علاقه بالموضوع، طلعهم براها نتكلم لوحدنا. كله قام ساكت كده. سوباكي قال له ايوه كده الموضوع باين، كان انت بقى انت العقل المدبر للموضوع اللي حصل ده كله. كله فضل مصدوم كده. قام ساكرا قال له بتعبير اداء انت ظهرت لنا فجاه، انت مين اصلا؟ قام قال يا عم تسوباكي ما تعرف العيال يا عم انا مين، باين عليهم ملخبطين يعني. قام قال الشخص ده واحد من خريجين الصف بتاعي دفعتي وتلميذ سابق في فورن، ياماتو اندو. هنا اول ما سمعوا الاسم ياماتو اندو الموس فورن، يا نهار اسود اندو. حتى سوق قال اندو، قالوا ايه في ايه مين ده يعني؟ قام قال يا عم ده مشهور لدرجه ان انا نفسي عرفته، مش محتاج ان نيري اللي يتكلم. قام نيري قال له ايوه ما فيش حد في فورن ما يعرفوش، ده زي ما يكون اسطوره مثلا عند فورن. قال ايه ده انتوا بتحرجوني بالكلام دوت، ولكن انا قعدت سنه واحده والله. قام ساكورا قال ازاي ده اسطوره؟ واحد زي ده ازاي يعتبر اسطوره يعني عند فورن؟ انت جبت ناس. قام قال له استنى يا عم ساكورا توقف، بطل الكلام اللي انت بتقوله دوت. قال له والله لو كنت اسطوره حتى انت طلبت من واحد تاني يجي يخطف بنت، انت مجرد واخد مالكش اي ستيل لازمه. كله فضل باصص لساكورا كده على اللي قاله. قام قايل واخد مالوش لازمه؟ لا ده غلط غلط، انتوا فورن دول ابطال المدينه، ما ينفعش يقولوا الفاظ زي كده. وبالمناسبه انا عرفت باين عليك انك ساكورا صح؟ من لون الشعر ومن العينين. انا شفتك انت من الناس اللي انت واجهوا كيل قبل كده صح؟ انا شفت المعركه كلها وازاي دخلت لوحدك وازاي ما قدرتش تحقق نتيجه لان اللي حواليك كانوا مشتتينك. ساعتها قلت لنفسي حاجه ساكورا اللي زيك المفروض ان هم ما يدخلوش فورن، مش لاقيين عليها، المفروض تستقيل من هناك بسرعه. انا قام مصدوم والكل سكت. اما على طول ميري قام مصرخ لا ده مش صح، ايه اللي تعرفه انت عن ساكورا؟ ما تقولش حاجه وانت ما تعرفش حاجه عنه. قال له في ايه؟ صوتك عباره عن زن. ولكن فجاه لقى ان تسوباكي وناكامورا المفروض الاتنين بيهجموا عليه بعصبيه شديده مره واحده عايزين يضربوه، وهو قاعد يتفادى كل الضربات منهم. قال ايه ده انتوا بتعملوا ايه فجاه كده؟ قال له اسحب كلامك. ايه ده انا لسه بقول. قام ناكامورا حاول يضرب عليه تاني. قال له ده ما فيش حد لايق على فورن اكتر منه. قال له انت مالك انت مش جزء من فورن اصلا. قام سو قام جاري قال له طيب ولو بقى واحد من فورن جاي يهاجم عليك؟ قعدوا الاثنين يحاولوا يهجموا عليه وانضموا الثلاثه ان هم يحاولوا يكملوا الضربات، ولكنه قاعد يتفادى كل الضربات. قام هنا ساكورا باصص قال ايه ده؟ ايه يا جدعان ما تستبعدنيش من المعركه. قام نطت هو كمان قام زقه لورا كده. قام قال ثانيه بس اسمعوا كلامي كامل، انا ما اقصدش اتريق عليه، بالعكس في الواقع انا بحترمه، انا بس شايف ان هو بيهدر موهبته، اللي حواليك عاملين عبء عليك، مفروض مهاراتك الحقيقيه تبقى اعلى من كده بكتير، لان اللي زيك مفروض ان هم بيبقوا احسن لما يبقوا لوحدهم. هنا افتكروا اصل ساكورا كان جاي ازاي. قام ساكورا قال له بص ما تتكلمش بوقاحه معايا، انت عمال ترغي طول الوقت كانك عارفني اصلا، ما يهمنيش الباقي بيقول ايه، انا اللي هقرر انا بنتمي لايه. هنا قام باصص له وافتكر شخص غريب كده قديم. قام ضحك قال له ده جميل، ده جميل قوي والله، ما كنتش ناوي، ولكن اظن باللي بيحصل دوت هضطر ان العب معاكم شويه قبل ما امشي. هنا خلاص بدا كله يجهز ان هو يحارب، وقبل ما يتحرك قام سوزري قام جاي كله قاعد يقول له انت مالكش علاقه بالموضوع. قال لا كده كده اصلا انا الموضوع معايا. قال له لا انا ما عدتش انت هاممني اصلا، امشي من هنا دلوقتي. قال له لا على العكس انا سبب ان انت جيت هنا.
فانت جاي عشان تشوف انا عملت ايه في الشغلانه اللي انا استلمتها، وعشان كده الموضوع المفروض يفضل بيني وبينك، ما اقدرش افضل ادخل الناس دي في مشاكل كل شويه. فعشان كده من فضلك قام راكع على رجله قال له انا اتحمل المسؤوليه كلها، فانهي الموضوع ده دلوقتي واتفضل امشي. كله اتصدم كده، اما قرب منه كله قعد يقول له اهرب اهرب وطي، قعد يضحك عليه قال له ايه ده، انا شفت ناس كتير قوي بتتذلل ولكن مش عارف اول مره اشوف واحد كده عنده معنويات عاليه غير ليه يا ابني، برضه شكلك مثير للشفقه. كله قعد متعصب كده ولسه هيهجموا عليه، ولكن قال بس انا هعتبر الموضوع دلوقتي تعادل. فكله وقف كده. العجوز اللي استأجرنا كلنا بيعمل شويه شغل مشبوه، فلو هددته شويه اظن ان البت دي هتفضل في امان، محدش هيقرب لها. فقال له ثانيه، انت بتخطط لايه، تقصد ايه بالكلام دوت؟ قال له ايه ولا حاجه، بالعكس انا والله بعمل كده عشان مزاجي كويس. فكله مستغرب ايه التصرفات ديت. سوباكي قال له ايوه انت دايما كنت كده، محدش فاهم انت ايه اللي في دماغك ولا عايز تعمل ايه ولا ايه اللي بيدور في دماغك اساسا. قال له والله مع ان كل اللي حصل دوت انا برضه مش عايز اقاتل، يلا سلام، انا كده كده هبقى اشوف فورن قريب والعب تاني معاكم، يلا مع السلامه. قام هنا ساكورا قال له لا استنى، قام جري وراه مره واحده عشان يحاول يضربه تاني. قام واقف كده قال له اظن اني قلت الى اللقاء ولا ايه يا حاج العيل الصغير انت. هنا ساكورا قام مخضوض كده وقام واقف مره واحده، وقام تسوباكي قال له استنى ما تجريش وراه. قال له بالظبط زي ما سمعت كده، اسمع كلام اللي اكبر منك وما تجيش ورايا، انت لسه سنه اولى. وقام ماشي كده. هنا ساكورا قام متعصب قوي وقام مصرخ من اللي حصل ده. ولكن بنرجع للوقت الحالي وهو عمال ياكل ومتعصب كده. قال له هدفعه الثمن، هيدفع الثمن على اللي هو عامله دوت. فيقولوا له يا عم استنى بس كل بالراحه انت هتموت من كتر الاكل يخرب بيتك. فهنا يجي يعتذر سوزري، انا اسف انا السبب ان هو جه هنا. قال له انت بتعتذر ليه؟ قال له عشان قال له مش السبب في حاجه، انا اصلا مش متضايق من مجيته، انا متضايق منه كشخص، فما تقعدش تعتذر عشان ما اتضايقش منك انت رخ وبس بقى، عشان كل التفكير في الموضوع ده بيعصبني زياده. ده بيقول لي يا عم العيل الصغير، يا عم انا اكبر مني بسنتين، ايه الموضوع ده كله يعني؟ قال له بص ما تقلقش، احنا برضو لعبنا دور في الموضوع ان احنا نتنشن معاه، فخلاص بقى الاكل بيسقع فكل. هنا كله قاعد يبص عليه وهو بياكل لان هو طبعا محروم من الاكل. فاول ما قرب من الاكل حط الاكل في بقه قال له ايه رايك؟ قال الله جميل، عمري ما دقت حاجه زي كده قبل كده. اما هنا تسوباكي قال له انا حاسس ان انا سمعت منك قبل كده برضه انك قلت عايز تعمل حاجه لما يكون في وضع احسن، ايه اللي نفسك فيه حسب صياغتك للكلام يعني؟ قال الحاجه اللي نفسي فيها عايز العب العاب. قال له العاب ايه، العاب كوتشينه وكده؟ قال له لا الالعاب اللي بنوصلها بالتلفزيون دي. قال له زي البلاي ستيشن كده. قال له صراحه ما اقدرش احققها لك، لو حاجه قديمه انا ممكن اجيبها لك الصراحه. قال له ما فيش مشكله انا هشتغل. قام واحد قال له استنى انا معايا العاب يلا بينا. قعدوا يلعبوا لعبه سباقات وحبيبي طبعا فاشل خالص لسه اول مره يلعب فعمال يخسر كل شويه. قال لعبه جميله ممتعه قوي احسن حاجه جربتها في حياتي. هنا فجاه تسوباكي قال انا عايز اخش الحمام كده في حاجه عايز اعملها. اما نادين على ساكورا قاعد يلعب هو كمان، فقعدوا يشرحوا لساكورا، فساكورا عمل كل الموبقات اللي في اللعبه فخلاص هينفجر من الغضب اكتر ما هو غضبان، فخسر برضه كل الادوار. فنيري قال له خلاص طب نبطل لعب؟ قال له لا انا مش مبطل هنلعب تاني لغايه ما اغلبك هنا. قال له يا عم سو ما تيجي تلعب انت؟ قال له لا انا كفايه عليا اتفرج، حلو قوي كده كمل انت معاه بقى مع نفسك. قال لا انا مش هسيبك تكسب وتمشي. اما افتكر كده كلامه لما كان بيقول على ساكورا ان اللي زيه المفروض يفضلوا لوحدهم وهيبقوا احسن. قال له طبعا هفضل مكمل معاك. ولكن بعد شويه تسوباكي قام جاي وقام واقف كده قال له ايه كل حاجه تمام؟ قال له طبعا انا كويس. قال له ما اقصدش كده، قال له بتكلم عن اندو. قال له انا كلمت امي عن الموضوع دوت. قال له انا فاهم ليه اندو ممكن يكون متضايق من فورن، ولكن ما توقعتش ان هو يكون مهتم بساكورا نفسه، هو عمره ما كان من النوع اللي بيمدح في حد. قال له بالظبط ما عدا استثناء واحد بس. قال طب ده ابوه كويس محدش عارف هو ممكن يعمل ايه. قال له طبعا هنعمل كده. قام جاي له رساله تاني قام باصص فيها قال ساكورا انت ونيري وسو عايز اطلب منكم خدمه، عايزكم بكره الصبح اول حاجه تعملوها وانتوا جايين بدري تطلعوا لنا فوق السطح. فبيطلعوا يلاقوا ان كل الملوك الاربعه واقفين. فيقوم هو واقف ايه ده في ايه، ليه ناس كتير كده متجمعه. قال بعد ما توصلت مع امي امبارح جمعنا كلنا هنا فتفضلوا اقعدوا. قال الله الموضوع فيه ايه؟ فنيري بيقول له يا عم استنى انت مش مستوعب الوضع اللي احنا فيه؟ قال له ايوه يا عم مالك انت كمان؟ قال له يعني انت مش واخد بالك الملوك الاربعه والنواب بتوعهم اجتمعوا هنا، ده معناه ان اللي حصل امبارح اهم بكتير من زي من المتوقعناه، انت مش شايف كده؟ هنا امي قام داخل كله قال له انت مالك يا ابني انت الرئيس انت اللي جايبك متاخر. فقالوا عادي هو كده بيجي بدري على غير عادته ان هو يتاخر المره دي. فقام قاعد كده قال دلوقتي نبتدي الكلام في الموضوع، ولكن على كده بتنتهي الحلقه. بس ده اللي كان عندي الفيديو ده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، مش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه وسلام.